صحة رمضانكم. اليوم جبت لكم بريوش خفيف بمقادير مضبوطة. نروحوا للمقادير وطريقة التحضير. نهزو نص لتر حليب يكون دافي، مغرفة كبيرة خميرة العجين ومغرفة سكر، والسكر من بعد نزيدوه. درنا له مغرفة برك باش ما نحرقوش الخميرة هذيك وتتفاعل. نحطوها بجيه ونروحوا نحضروا واحد المحسن نديروه للبريوش. هذا يخلي البريوش قد ما يقعد قداه يوم يقعد لك جديد. تحطيه برك في الفرن تسخنيه يولي كي الشغل هذاك وين طيبتيه. درنا 3 مغارف نشا، كاس حليب، حطيهم على النار حتى تحكم روحها تولي كي الكريمة، ونزيدوا لها 2 مغارف مارغرين نخلطوهم وهي سخونة هكذاك. حطي المارغرين هذيك ونحطوه بجيه. دوكا نكملو نحضروا العجينة. درنا قشور البرتقال وفاني، ودرنا نص مغرفة صغيرة ملح، ودوكا نكملو السكر درنا 3 مغارف اخرين، ودرنا بياض البيض درنا 2 صفار خليناهم نديروهم من الفوق، والبياض كبيناه. دوكا درنا 4 مغارف زيت. نكبو الفرينة، اني كبيت بالكاس وهو دالي كيلو قد تاع الفرينة. هزي كيلو فرينة تخدمي بهذا المقادير الكل. لقيتها ما تجي طرية، زدت الكاس هذاك اللي فضل جات كيلو قد ما تزيدي ما تنقصي. كي نحكمو نكبو لها هذاك المحسن ساعتين كتجي العجينة طرية تقدري تخدميها ما تعيكش. شوفي كيفاش جات هي مازالت طرية. زدت كملت الكاس الاخر، المقدار تاعو كيلو قد. دوكا نهزو غاد جناه في البيترا. دوكا نكبو هذيك اللي خدمناه النشا هذاك والزبدة يزيد يتعجن فيه، وحطيه ونحطوه بجيه يطلع. خليه حتى يختمر البريوش يشتي، عطيه وقت باش يطلع مليح. دوكا يطلع ونهبطو ونزيد نعاود نخليه يطلع. راني هبطو ودوكا وزاد المرة الثانية، ودوكا نهز نخدمو. دوكا نقصو كامل العجينة. دوك تشوفيني كيفاش رايحة نخدمها. كنقصها كل وكنوضو نخدموها. شوفي نديروها كي شغل بتي بان هو صغير، ونديرولو شيكولا تاع الطلاء ونسكرو عليه. سكري عليه كل من ومن. شوفي طيب العجينة كيفاش راهي طرية. هي البريوش ماشي مليح تحكمي ديري عجينتو ناشفة بزاف ما يجيكش خفيف. طري العجينة تاعو باش يجيك خفيف. شوفي هنايا 2 صفار تاع البيض، وزدنا له شوي حليب شوي زيت، ودرنا له مغرفة تاع جبس التمر يعطيه لون مليح، وزدنا مغرفة تاع حليب بودرة. اللي حبيتي ما تزيديهش ما تزيديش. المهم هاد الطريقة هذه تخلي البريوش يجيك حمر ويجي مليح. درنا له البيض من الفوق. شوفي بعد ما طاب والفرن يكون سخون ولوحي فيه، خليه حتى يطلع مليح، حلوحيه في الفرن وشوفي النتيجة اللي جاية تجيك. الفرن قلت لك لازم يكون سخون، درجة الفرن تكون عالية. حطيه في النص وخليه يطيب. شوفي كيفاه جا كي حمار. زدنا حمرناه من الفوق. شوفي كيفاش طري وجا خفيف يشهي. دوك شوفي كي قصيت لك وحده كيفاش جا لداخل. شوفي كيفاش جا. هذه هي النتيجة اللي نحوسها توصلوا ليها. شوفي كيفاش طري شهية طيبة. وشكرا. واللي ما اشتركتش في قناتي تشترك ليصلها كل جديد، ونتمنى تجربوا الوصفة وتشاركوني رأيكم بالتعليقات. وشكرا.